انت تعرف ان الشيطان هيجي يوم القيامه ويخطب افظع خطبه هتسمعها؟ ايوه زي ما سمعت كده، الشيطان هيقف على منبر من نار يوم القيامه وهيخطب في الناس كلهم، سواء انت من اهل الجنه او من اهل النار هتسمع الخطبه بتاعته. وربنا سبحانه وتعالى عرفنا الخطبه بتاعته في القران وقال: وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أنت متخيل فظاعة الخطبة؟ الشيطان هيجي يوم القيامة ويتبرأ منك ويقول لك أنا ما كفرتكش، أنا ما عملتلكش حاجة، أنا يا دوبك بس دعيتك وأنت استجبت لي، أنا قلت لك اعمل كذا وأنت عملت ورايا، أنت اتبعتني، أنا ما كانش ليا عليك سلطان، أنت بس أنا قلت لك اعصي ربنا وأنت عصيت ربنا، ما تلومنيش، لوم نفسك. الشيطان هيجي يوم القيامة ويتبرأ منك ويقول لك ما تلومنيش، لوم نفسك، أنت اللي مشيت ورايا. وطبعا كلنا عارفين الخطبة دي. طب انت دلوقتي عرفت ان الشيطان هيجي يوم القيامه يتبرأ منك ولسه ماشي وراه؟ عارف ان الشيطان هو اللي بيقول لك اعصي ربنا ولسه بتعصي ربنا؟ عارف ان الشيطان هو اللي بيصدك عن سبيل الله ولسه بتصد عن سبيل الله؟ عارف ان الشيطان هو اللي عايز يقنطك من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ولسه مش عايز ترجع لربنا سبحانه وتعالى، مش عايز تتوب لربنا سبحانه وتعالى بعد ما سمعت خطبه الشيطان؟ لا، مهما عملت من الذنوب ارجع لربنا دلوقتي، ارجع له دلوقتي وقول له يا رب انا عصيتك واغفر لي، قول له يا رب انا جيت لك ارحمني، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لك وهيرحمك، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ارجع له وصدقني مش هتندم. بس كده، ما تنساش صلي على النبي. سلام.